إن هذا فيما يتعلق بهذه الصفة الثانية، أن الله عز وجل أنزل هذه الليلة، وفضل هذه الليلة نابع من هذا الأمر، من كونها أنزل الله فيها هذا القرآن الكريم الذي هو شرف للذين أنزل عليهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وصفة أخرى من صفات هذه الليلة المباركة وهي أنها ليلة عظم الله أمرها، حيث قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. ونتأمل كذلك في هذه الصيغة إنا أنزلناه. هذه النون نون العظمة، المتكلم العظيم قال إنا أنزلناه، فالمتكلم العظيم يقول إن يذكر بأنه هو الذي أنزل هذا القرآن، وهذا يدلنا على عظمة القرآن وأنه كلام رب العالمين. نستشعر هذا المعنى حين نقرأ القرآن الكريم، فينبغي أن يكون في ذهننا أننا نقرأ كلام الله، وأن الله عز وجل أكرمنا وأنعم علينا حتى جعلنا نستطيع أن نقرأ كلامه، بمعنى وضع فينا القدرة للقدرة على قراءة كلامه. ثم بعد ذلك من الصفات وما أنزلنا، ثم بعد ذلك جاء في هذه الصورة إشارة إلى عظمتها، فحيث قال وما أدراك ما ليلة القدر، أي شيء أعلمك بعظمة هذه الليلة، وما أدراك ما ليلة القدر، بمعنى إنها ليلة عظيمة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفي بهذه الليلة احتفاء عظيما. كان يحتفي بها أولا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وهذا الاعتكاف الهدف منه هو أن يظفر بهذه الليلة المباركة. فالرسول كما جاء في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري أنه اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم أوحي إليه أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ثم قال فالتمسوها في التاسعة والخامسة، في التاسعة والسابعة والخامسة. من الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر، وبين أن هذه الليلة ينبغي أن نتعرض لها في هذه العشر بالخصوص، وفي الأوتار منها خاصة. فقد جاء في الحديث الذي رواه أيضا مسلم في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر من رمضان، أو تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. تحروا، التحري معناه الطلب والاجتهاد. إذن المؤمن مطلوب منه أن يجتهد وأن يحرص وأن يبذل جهده وأن يستفرغ وسعه حتى يكون إن شاء الله ممن ينعم الله عليهم وممن يكرمهم الله عز وجل بأن يكونوا من الذين صادفوا هذه الليلة المباركة التي يغفر الله فيها الذنوب والزلات، ويرفع فيها الدرجات، ويمحو فيها الخطيئات. الله سبحانه وتعالى كريم، فهو الذي تكرم علينا وأنعم علينا بأن هدانا وأعطانا هذه الليلة المباركة لكي نعوض ما ضيعناه أو ما فرطنا فيه من أوقاتنا. قد نكون ربما ضيعنا أوقاتنا سدى في كثير من الأحيان، وقد نكون ملأنا أوقاتنا بالأخطاء والخطايا. فالله عز وجل اقتضت حكمته أن جعل لنا ليلة عظيمة نتدارك فيها ما فاتنا، ونلم فيها شعثنا، ونعقد الصلح فيها بيننا وبين ربنا. هكذا ينبغي أن يكون فهمنا لليلة القدر، بمعنى ينبغي أن نستثمر هذه الليلة لكي نعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي نكتسب فيها هذه الأجور وهذه الأجزية وهذه الأثوبة العظيمة. وقد جاء في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نتأمل هنا العمل ونتأمل ثوابه وجزاءه. من قام ليلة القدر، يعني جاء في ثنايا السؤال ماذا يفعل الإنسان في هذه الليلة؟ أنا أحاول أن أدمج هذه الأسئلة في جواب واحد. إذن من قام ليلة القدر، من
قام، هذا هو العمل، قام ليلة القدر، القيام. وقيام ليلة القدر على مستويات. المستوى الأول قيام الليلة كلها، أن تقوم الليلة من العشاء إلى الصبح. القيام الثاني أو المستوى أو المرتبة الثانية لقيام ليلة القدر أن تقوم من أولها وتنام ثم تقوم من آخرها، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن تقوم من أولها فقط. المرتبة الرابعة أن تقوم من آخرها. وجاء في الحديث أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هكذا ينبغي أيها الإخوة أن نبذل الجهد وأن نكثر من العمل الصالح. وعلى رأس هذه الأعمال الصالحة القيام وقراءة القرآن وما يتفرع على ذلك من ذكر ومن تسبيح ومن تهليل ومن صنوف الخير وأنواع البر، كل هذه تدخل في قيام الليل أو في إحياء هذه الليلة المباركة التي شرفها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الليلة ليلة عظيمة، وما أدراك ما ليلة القدر. هذه الليلة إذا وفق فيها الإنسان للخير فإنه سيحوز فيها أجرا عظيما. العمل في هذه الليلة خير من العمل في 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. وقد ألمع الشيخ الكريم إلى هذه المعاني وهو يتحدث عن معنى هذه الخيرية، خير من 1000 شهر. إذن فلذلك المحروم هو من حرم من قيام هذه الليلة، الذي يضيع وقته سدى أو يضيعه هملا ولا يتفطن لهذه مواسم الخيرات التي يقبل الله فيها على عباده، يتجاوز عن سيئاتهم ويرفع درجاتهم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقد ورد أثر في الموطأ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا أعمار من تقدمه، رؤيا أعمار أمته وأعمار أمة رسول الله، يعني ما بين 60 إلى 70، فكأنما تقاصر أعمار هذه الأمة، لأن رجلا واحد من السابقين لبس سلاحه 1000 شهر، فرأى أن هذه الأمة لا تبلغ ما بلغت الأمم السابقة. وهذا الأثر كما قلنا ورد بلاغا في الموطأ، إنه لم يرد موصولا، وهذا من ضمن الأحاديث الأربعة التي جاءت في الموطأ بلاغات، يعني لم ترد موصولة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حاول جمع من الحفاظ أن يوصلوا يعني هذه الأحاديث على كل. وآخر ربما من قام بذلك العلامة سيدي عبد الله بن الصديق رحمة الله عليه ورضي عنه. إذن ليلة القدر خير من 1000 شهر. ثم نلاحظ هذا الاحتفال أو هذا المشهد الاحتفالي بنزول القرآن والملائكة. بين الله عز وجل أنها تنزل بأوامر الله سبحانه وتعالى، وأيضا تنزل لكي تشارك المؤمنين في هذا الاحتفال وفي هذا المهرجان العظيم. تنزل الملائكة والروح. الروح طبعا من الملائكة، ومع ذلك أفرده الله سبحانه وتعالى بالذكر من باب عطف الخاص على العام. وهذا يدل على أن الروح له مزية وله مكانة عظيمة. ويكفي قول الله سبحانه وتعالى في ذلك: إنه لقول رسول كريم. شوف الأوصاف القرآن لما تكلم على جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إذن جبريل لا ينزل إلا في هذه المهام العظيمة. بين الله عز وجل جبريل ينزل بالوحي على الرسل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هكذا تتنزل الملائكة في هذا اليوم. وهذا اليوم أيضا من صفات هذه الليلة أنها ليلة سلام وأمن. سلام هي، إن هي هذه ليلة يسود فيها السلام. وكيف لا تكون كذلك والملائكة تشارك المؤمنين في هذا الاحتفال وتشاركهم في هذه الليلة المباركة. ومن ثم ينبغي أن نلتفت إلى بعض الظواهر الخطيرة التي قد تحرمنا كثيرا من خير هذه الليلة. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون فيها خيرا. ثم قال: التمسوها في 9 و7 و5. هذا الحديث ينبغي أن نعيره الاعتبار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أوري هذه الليلة أو أخبر بهذه الليلة، ولم يخبر بها أصحابه في الأول، لم يكن قد أمر بأن يبلغ بها، أن يخبر بها الصحابة، ثم أمر الله عز وجل بأن يخبر بها أصحابه، فخرج ليخبرهم بذلك. فحصل ما حصل، حصل أن رجلين تلاحيا وتخاصما، وربما أساء بعضهما إلى بعض، فرفع الله هذا الخير ورفع هذه البركة بسبب هذا الاختلاف. وهذا ينبغي أن يبصرنا وأن يقودنا إلى الائتلاف والابتعاد عن الاختلاف. نحن في أحيان كثيرة نقيم المعارك ونشعل النيران لأسباب تافهة، ولا نحترم لا الزمان ولا المكان. نجد في أحيان كثيرة أناسا في هذا الشهر، وقد نجد بعض الناس في هذه الليلة المباركة، يتخاصمون ويتقاطعون ويتهاجرون ويتدابرون، بينما الله سبحانه وتعالى يريد منا غير ذلك. يريد منا أن تتآلف قلوبنا، وخاصة إذا كنا في المسجد، فقبل أن نقف صفا واحدا في الصلاة ينبغي أن تكون قلوبنا موحدة. فالإسلام دين يدعو إلى توحيد في العقائد، لا إلى الاختلاف في القواعد، كما قال الأستاذ محمد عبد رحمة الله عليه، قال: الذي ينبغي أن نعلمه أن الإسلام جاء بالتوحيد في العقائد لا للاختلاف في القواعد. فينبغي أن نكون إخوة متحابين إذا أردنا أن نستفيد من عطاءات ليلة القدر، وإذا أردنا أن نحصل تلك الأجور وتلك الأجزية العظيمة التي وعد فيها من قامها إيمانا واحتسابا. هنا من قامها إيمانا واحتسابا، جوج قضيات أو قضيتان: قامها إيمانا أي تصديقا بفرضيتها وبفضلها، هذا ما آمن بها إيمانا، واحتسابا ابتغاء للأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يعطيك أن الإسلام يربط العبادات بالعقائد، لا يأتي بالعبادات هكذا مجردة عن العقائد، لا، يربط هذه العبادات بما تحققه من هذه الآثار، وأنه لا يكفي أن نركز على بعض المظاهر أو على بعض الشعارات ونغفل هذه المعاني العظيمة في هذه الليلة المباركة. هل من دعاء مخصص في ليلة القدر؟ بقيت هذه النقطة التي جاءت في السؤال، وهي أنه هل هناك دعاء مخصص ومخصوص في هذه الليلة المباركة؟ طبعا السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هي صادفت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه الرسول لأم المؤمنين عائشة. الإنسان في هذه الليلة يظهر فقره ويظهر احتياجه إلى ربه ومولاه، ويقبل على الله بقلبه منكسرا خاشعا متذللا طالبا الصفح والعفو من مولاه وسيده، لأن الله عز وجل هو الذي يستجيب الدعوات، وهو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يعفو عن المذنبين، وهو الذي يتقبل عباده الصالحين. لأن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للمذنبين، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فينبغي أن نكثر في هذه الليلة من هذا الدعاء تأسيا بهذه السنة النبوية. نطلب من الله أن يعفو عنا، وأينا لم يسيء وأينا لم يذنب وأينا لم نخطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذه المواسم ينبغي أن نتعرض فيها لهذه النفحات، عسى أن نكون من المقبولين، فنكون إن شاء الله من الذين تقبلت طاعاتهم
وتجوز عن سيئاتهم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. ننتقل إلى الأستاذ الفاضل السيد عادل الجطاري. كيف ارتبط القرآن العظيم بهذه الليلة؟ وما معنى تنزل القرآن فيها؟ وكيف يتم هذا التنزيل؟ بورك فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأفتتح هذه الكلمة بتقديم الشكر الجزيل للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، هذا المجلس الموقر المحترم، وأخص بالشكر رئيسه فضيلة شيخنا العلامة الشيخ الطاهر التجاني حفظه الله تعالى ونفع به البلاد والعباد، وأستاذنا الفاضل الكريم أستاذ السي حسين الدراز، بارك الله فيه وفي جهوده وفي هذه النقلة داخل المجلس بمثل هذه الأعمال. كما أتقدم بالشكر لأستاذنا وشيخنا السي محمد الحجيوي كذلك على كلمته المعبرة والهادفة، فشكر الله تعالى لكم جميعا. أما الحديث عن ليلة القدر وعلاقتها بالقرآن الكريم وتنزله، فأرى أنه من المناسب أن أتحدث عن تصحيح أمر لا بد منه في مثل هذه المناسبات. وهذا التصحيح يتعلق بنظرة كثير من المسلمين والمسلمات إلى هذه العلاقة بين الزمان وبين القرآن. فمعلوم أن الزمان لا يشرف لذاته، ومعلوم أن المكان لا يشرف لذاته، وإنما شرف الزمان أو المكان بما فيه وما يحدث فيه. فحينما ننظر إلى تعامل كثير من الناس أو بعض الناس مع الزمان، وأعني بالزمان لا مطلق الزمان وإنما ليلة القدر، فهم يجتهدون ويرصدون ويرقبون ليلة القدر، لعل بعضهم يرقبها أكثر مما يرقب القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم. وما شرف هذه الليلة إلا بنزول القرآن فيها، فنحن قد نترك الأصل ونذهب إلى الظرف الذي وقع فيه هذا الحدث العظيم. فينبغي أن نتفطن لهذا الأمر، أن عنايتنا لا بد أن تكون أولا بكتاب الله وبالقرآن الكريم. أما ليلة القدر فإنما اكتسبت هذا القدر بنزول هذا الكتاب العظيم وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إن هناك أمرا آخر لفت الانتباه إليه بعض أهل العلم في هذه العلاقة الجميلة بين الزمان والقرآن وبين ليلة القدر وكتاب الله تعالى، لأن ما ذكره علماؤنا الأجلاء من أن أهل العلم قد اختلفوا في تعيين ليلة القدر. ومن هذه الأقوال قول من قال من أهل العلم بأن ليلة القدر كانت ليلة 17 من رمضان الذي وافق غزوة بدر. هذا قول قال به بعض أهل العلم، ولا أريد أن أقف عند هذا التعيين، وإنما عند اللفتة التي استشفت من هذا القول، لقول الله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. ويوم الفرقان هو يوم بدر، يوم التقى الجمعان. فقال بعض أهل العلم المراد بالجمعين هنا في هذه الآية جمع أهل السماء وجمع أهل الأرض. فقال بأن ليلة القدر كانت في يوم بدر، صادفت يوم بدر،
وفيه التقى أهل السماء بأهل الأرض. وهذا المعنى معنى جميل، أن ليلة القدر بتنزل القرآن حدث هذا الجمع بين الملائكة وعلى رأسها الروح الأمين جبريل عليه السلام، وبين أهل الأرض من المؤمنين والمؤمنات، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن من هذه العلاقة الوطيدة بين ليلة القدر التي شرفها الله تعالى بنزول القرآن الكريم لابد أن نوجه النظر والسؤال إلى أنفسنا: لماذا هذا القدر الذي وصفت به هذه الليلة بإنزال القرآن فيها؟ هنا لابد أن نتحدث عن القرآن الكريم. الناس لا قبل الإسلام ولا بعد نزول القرآن، الإنسان بطبعه يمر بمشكلات ويمر بمحن ويمر بأزمات في حياته، طبيعة الحياة. وقد تكون هذه الأزمات ظلمات فكرية أو ظلمات اجتماعية أو غير ذلك، يحتاج إلى الاهتداء فيها. والإنسان كذلك يحتاج إلى من يرحمه، ويحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، فيحتاج إلى نور يهتدي به في الظلمات، ويحتاج إلى رحمة تأخذ بيده وترفع من شأنه عندما يقع ويسقط. يحتاج إلى ما يحيي حياته وقلبه وينعش نفسه في هذه الحياة. وهذه المعاني إنما نجدها في كتاب الله تعالى. الله تعالى وصف القرآن الكريم بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولا حياة بلا روح. فأي حياة إذا اقتصرت هذه الحياة على الأكل والشرب والنوم وغير ذلك، إذا لم ترتبط بالحياة الأبدية التي هي حياة لا نهاية لها، وهي الحيوان كما أطلق عليه القرآن، فهي الحياة الكاملة. فالعاقل هو الذي يتفطن إلى هذا المعنى، أن الحياة والسعادة إنما هي في الطمأنينة التي يجدها المؤمن، والسكينة التي يجدها في حياته على ما فيها من محن وابتلاءات. وهذا أعظم مصدر لهذا أو لهذه السكينة ولهذه الحياة كتاب الله تعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فالقرآن نور. فحينما تعترض المسلم بعض المشكلات وبعض التساؤلات يحار فيها، ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ فيأتي القرآن الكريم ويفتح الأبواب ويفتح الآفاق من أجل التدبر والتفكر وإيجاد الحلول. وهنا معنى جميل في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. والليلة قال عنها الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ولكن تتمة الآية: مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. معنى أن هذا القرآن هو كتاب علم يحتاج إلى من يستخرج ويستنبط منه هذا العلم وينتفع بهذا العلم، فهو نور يهتدي به الناس. والله تعالى وصف القرآن الكريم الذي أنزل في ليلة القدر، وصفه بأنه موعظة، وأنه شفاء، وأنه هدى، وأنه رحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه أوصاف عظيمة لهذا الكتاب الكريم، وهذا يدل على حاجتنا نحن البشر إلى هذا الكتاب، وأن نجدد علاقتنا بالتعامل مع هذا الكتاب. فهو ليس كتاب ليلة 27 فقط، وليس كتاب رمضان فقط، وإن كان هذا الشهر الذي هو شهر رمضان وليلة القدر على وجه الخصوص هو موسم عيد،
لرمضان للقرآن الكريم، لكن ينبغي أن نجدد العلاقة بكتاب الله لأننا في حاجة إليه. هذا أمر أول. والأمر الآخر لأن كتاب الله تعالى يهدينا إلى منزله وهو الله سبحانه وتعالى، وفي الإقبال على كتاب الله تعظيم لمن أنزل هذا القرآن سبحانه وتعالى. والعجب أننا نجعل من علاقتنا بكتاب الله علاقة موسمية، بل من الأعجب أن نجعل من علاقتنا بكتاب الله تعالى علاقة حل أزمات وحل مشكلات فقط، وننسى هذا الجانب الذي هو جانب الرحمة والنور والهداية والموعظة والشفاء لأمراضنا الحسية والمعنوية من شكوك، ونحن في زمان يشك فيه الإنسان في كل شيء. فننسى أن عظمة القرآن تتجلى في هذه المعاني كلها وفي غيرها. فكثير من الناس إنما يبحث عن القرآن الكريم إذا شعر بأنه قد سحر أو أنه أصيب بصرع أو بمس، يسأل عن كتاب الله تعالى. وتجد الناس يسألون عن آيات الكرسي ويسألون عن الأدعية التي قد يستعينون بها، ولا يسألون عن المعاني العظيمة في كتاب الله تعالى، أنه كتاب للتدبر كما قال الإمام الغزالي لأختم، العلامة أبو حامد الغزالي وله كتاب عظيم جواهر القرآن، يقول: إن القرآن الكريم منبع ومصدر لكل العلوم. المتقدمون فهموا رسالة القرآن، فلذلك أبدعوا وتميزوا وتقدموا في كل العلوم الدينية والدنيوية، لأنهم فهموا رسالة القرآن. فأرجو أن نجدد هذه العلاقة بكتاب الله تعالى ونحن مقبلون على هذه الليالي العظيمة ومنها ليلة القدر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لنيلها والفوز بها وبفضلها وأجرها وعظيم ثوابها وبركتها، وأن نكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فضيلة الأستاذ، هل من تعقيب في ختام هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين. لا تعقيب لي على ما قيل، لا من قريب ولا من بعيد. ينبغي أن نستحضر بأن القرآن هو كلام الله، فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وعلى قدر الموصوف تكون الصفة، وصفة لله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم كما أشار الأستاذ الجليل سعادي الجطاري سماه الله روحا وسماه نورا. روح يحيي القلوب، الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحياة حياة القلب، وكلمة الحياة مشتقة من الحي وهو الله سبحانه وتعالى. كلمة الحياة مشتقة من الحي سبحانه وتعالى. وسماه الله نورا. أين يشرق هذا النور وأين يسطع؟ في قلوب المؤمنين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور القرآن يرى بعين البصيرة لا بعين البصر، بعين البصيرة، يرى بعين البصيرة. ولذلك القرآن يريد من المسلم قلبه قبل لسانه وأذنيه. كلما كان القلب نقيا طاهرا كلما أشرق فيه نور القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى عندما أراد أن ينزل هذا القرآن اصطفى له أطهر القلوب وأنقى القلوب وأحب القلوب إليه سبحانه وتعالى، وهو قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. وعندما أنزل الله القرآن على قلب نبيه محمد حمد نفسه بنفسه وأثنى على نفسه بنفسه فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله اللي القرآن صادف المحلية اللائق به. ولذلك القرآن الكريم يريد من المسلم قلبه كما أن المسجد يريد من المسلم قلبه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. وكلما طهرت قلوبنا كلما اشتقنا إلى كلام ربنا كما قال ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. من يقول هذا الكلام؟ ذو النورين أحد العشرة المبشرين بالجنة الحيي الكريم يقول هذا الكلام. فماذا نقول نحن العصاة المذنبين وقد أثقلنا الأرض بالذنوب وملأنا الكون بالفضائح والقبائح؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يهتم بقلبه. هذا القلب هو الذي يشرق فيه نور القرآن الكريم. كلما كان القلب أنظف وأزكى وأنقى وأطهر كلما انتفع بالقرآن الكريم. القرآن الكريم فاعل ومؤثر، يؤثر حتى في الحجر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، جوابه لو محذوف، لكان هذا القرآن إذن هو يؤثر حتى في الصخر، يؤثر حتى في الحجر. فلذلك القرآن فاعل مؤثر والقابل مختلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن الكريم وفي مجلسه الشريف المؤمنون الصادقون والمشركون. المؤمنون الله تبارك وتعالى قال: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. كانوا يستمعون إلى القرآن من فم رسول الله ثم يخرجون فيقول: ماذا قال آنفا؟ ماذا قال؟ ومنهم يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ إذا لم يؤثر فيهم، وكانوا يشوشون على مجلس رسول الله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلذلك القرآن كما قلنا فاعل ومؤثر والقابل مختلف. أعطي مثالا ماديا محسوسا. عندما يخرج الإنسان من بيته في وقت شدة البرودة الثلج يسقط، ينفخ في يده لماذا؟ ليدفئ. عندما يأخذ كأس الشاي ساخن ينفخ فيه لماذا؟ ليبرد. النفخ واحد والقابل مختلف. فكذلك القرآن فاعل ومؤثر، والجهاز الذي يستقبل القرآن الكريم قد يكون فيه عطاب وقد يكون فيه كذا. فسال تودية بقدرها. الزمن يشرف بما يحدث فيه كما قال أستاذنا الجليل، والمكان كذلك. مكة المكرمة قبل نزول القرآن فيها سماها سيدنا إبراهيم عليه السلام إني أسكنت من بواد غير ذي الزرع، ود غير ذي الزرع. لما نزل فيها القرآن الكريم أصبحت تسمى أم القرآن، أم القرى. وأجمل ما في الأسرة هي الأم، أم القرى. المدينة المنورة كانت تسمى يثرب، ويثرب من تسريب يعني هو الملامة وكذا. لما نزل فيها القرآن أصبحت المدينة وسماها الله الدار، كأنه ليس على وجه الأرض دار إلا هي، والذين تبوأوا الدار والإيمان. الدار آل الغلبة،
قد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة. فهمنا؟ الواد الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام، الواد هو خندق بين جبلين، لكن ما دام أن الله كلم فيه موسى الله وصفه بأنه مقدس، فاخلع بأن عليك إنك بالوادي المقدس. الوادي المقدس. المساجد تأخذ مكانتها وشرفها مما يتلى فيها من كتاب الله عز وجل. ولذلك الحديث عن القرآن يعني أنه يحتاج إلى لقاءات، ويحتاج إلى محاضرات، ويحتاج إلى القرآن الكريم هو روح الروح، وهو روح الكون، روح الكون. ومن خلال القرآن نتعرف على الحق سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. سئل عالم عن الله فقال للسائل إن كنت تسألني عن ذاته فاقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء، وإن كنت تسألني عن صفاته فاقرأ قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وإن كنت تسألني عن أسمائه فاقرأ قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي. وإن كنت تسألني عن أفعاله فاقرأ قوله تعالى كل يوم هو في شأن. أجابه بهذا الجواب. فلذلك من خلال القرآن نحن نتعرف على الحق سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هكذا مشاهدي الأعزاء قد أتينا على ختام هذه الجلسة المباركة، ولا يسعنا فيها إلا أن نشكر سادتنا وفضلاءنا وإمتنا وعلماءنا الأجلاء على ما قدموه لنا في هذه الجلسة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، ونضرب لكم موعدا في لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.